من غير سكر ولا زيت ولا زبدة هنعمل أحلى كيك صحية ممكن تجربوها. كيك خطيرة الصبح مع الشاي أو القهوة، الناس اللي بتخفف وفي نفس الوقت عايزين ياكلوا حاجة حلوة. يلا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة استخدمتها هنا معايا دول 3 موزات. موز يفضل يكون مستوي شوية، هيتهرس أسهل معانا وهيدينا نتيجة أحسن. بالشوكة هبدأ أهرسه كويس قوي، أهرسه بالشوكة لحد ما أوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. سهل جدا يتخلط مع باقي المكونات. هضيف 2 بيضة وأكيد هضيف عليهم فانيليا ورشة قرفة هتديها طعم حلو وقيمة غذائية. هنقلب كويس كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده هنبدأ نضيف باقي المكونات. هضيف 2 معلقة من زبدة الفول السوداني، وكمان بعدها هضيف العسل، دي ربع كوباية تقريبا من العسل أو 3 معالق كبار، وهنقلبهم تقليبة مع بعض. وبعد كده هنضيف الشوفان. النهاردة أنا هستخدم دقيق الشوفان، لو مش متوفر ممكن شوفان ونطحنه. ضفت 1.5 كوباية، وكل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. رشة الملح والبيكنج باودر ده اساسي في اي كيك بنعملها. وبعد كده هنقلب كله مع بعض، وده قوامها زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم مش هضيف لا زبده ولا زيت، هو ده القوام المظبوط. بعد كده انا هستخدم الشوكليت شيبس، استخدمتها دارك او فيها كاكاو ازيد، وممكن كمان نضيف قطعة من الشوكولاتة او ممكن من غير. هقلبها زي ما انتوا شايفين مع الخليط كده كويس جدا. وبعد كده محضرة هنا قالب مقاس 26، لان الخليط بتاعي كميته مش كبيرة. ممكن ندهنه بزبدة او زيت، وممكن نحط ورق زبدة. هضيف عليه كل خليط الكيك بتاعتنا وهسويه كويس. واخر حاجة هنعملها شوية الشوكليت شيبس على الوش، هنوزعها بالشكل ده. وكده خلاص الكيك بتاعتنا جاهزة. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، الرف وسط. هتاخد حوالي من 25 ل30 دقيقة بس، ولما تخرج هتشموا وتاكلوا أحلى كيك صحية ممكن تجربوها. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو أو سبسكرايب للقناة.